تخيل انك كنت على بعد خطوة واحدة بس من انك تبقى ملك العالم، وبعدين تخسر كل حاجه. دي قصه فايك، الشخصيه اللي موجوده على غلاف لعبه إلدن رينج. قبل ما شخصيتك تبدا في رحلتها كان في تانج تاني سبقك تقريبا لكل حاجه، اسمه فايك. كان فارس قوي جدا لدرجه ان اغلب الناس في الاراضي الوسطى كانوا متاكدين انه هيبقى الإلدن لورد الجديد. فايك ما كانش مجرد محارب عادي، كان اسطوره، كان بيهزم اي حد، وصل لاماكن محدش وصل لها، وجمع جريت رونز كتير لدرجه انه بقى اقرب واحد للعرش. لكن كود فايك ما كانتش السبب الوحيد في شهرته، لان فايك كان له علاقه غريبه بالتنانين القديمه، وتحديدا التنينه لانا سايكس. والاساطير كانت بتقول انها كانت معجبه بيه اكتر من اي فارس تاني، وعلمته اسرار قوه التنانين. ومن هنا بقى معروف باسم فايك صاحب رمح التنانين. كان بطل، كان محبوب، كان تقريبا كاتب اسمه في التاريخ كاول إلدن لورد جديد. لكن ساعتها ظهرت مشكله. لما وصل فايك لنهاية الرحلة اكتشف الحقيقة اللي احنا بنكتشفها في اللعبة، ان مفيش طريقة لدخول الارض تري غير بتضحية كبيرة. والتضحية دي كانت ان الفينجر ميدن بتاعته تموت، وهو كان لازم يختار يا اما يحقق حلمه يبقى الإلدن لورد او ينقذ الشخص الوحيد اللي كان بيحبه. وفايك هنا اختار الحب، اختار انه يحاول ينقذها مهما كان الثمن. واثناء بحثه عن اي حل سمع عن قوة غامضة مدفونة تحت العاصمة، اللي كان قال له عليها شخصية اسمها شابريري، والقوة دي هي قوة الفرينزد فليم. فنزل لأعماق الأرض، مفيش غير قليل جدا وصلوا له، وهناك قابل الثري فينجرز. الثري فينجرز هو كيان غامض بيمنح قوة مرعبة لأي حد يقابله. فايك كان فاكر انه لقى الحل، كان فاكر انه هيشيل اللعنة مكانها وهينقذها، لكن اللي حصل كان أسوأ بكتير. في اللحظة اللي لمس فيها الثري فينجرز بدأ الجنون ياكله من جوه. النار الصفراء حرقت كل جسمه وروحه، ودرعه نفسه اتحرق. لسه آثار النار لحد دلوقتي بتشوفها في اللعبة على الأرمور بتاعه. ومن اللحظة دي بدأ السكوت. المصيبة بقى إن كل اللي عمله ده راح هدر، لأنه لما رجع من الرحلة دي لقى إن الميدن بتاعته ماتت، فهو كده لا قدر ينقذ الميدن بتاعته لأنها ماتت، ولا بقى الإلدن لورد، خسر كل حاجة، ولا حتى بقى لورد اوف فرينزد فليم لأنه فقد عقله، خسر كل حاجة. الشخص اللي حاول يحميه مات وعقله بدأ ينهار. بطل راوند التيبل هود بقى مجرد شخص تايه وسط الجنون. والفارس العظيم اللي كان العالم كله مستنيه يبقى الملك اتحول لشبح من نفسه القديم. في النهايه انتهى بيه الحال مسجون بعيد عن العرش، بعيد عن المجد، بعيد عن كل الاحلام اللي قاتل علشانها. وعشان كده ناس كتير شايفين ان فايك هو البطل الحقيقي المأساوي في لعبه إلدن، لانه وصل تقريبا لنفس المكان اللي احنا وصلنا له، لكن قرار واحد، قرار اتخذه بدافع الحب، كان كفايه انه يدمر حياته كلها. في الاخير فضل اسم فايك مجرد ذكرى لفارس كان على بعد خطوه واحده من انه يحكم العالم.